بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي جبوبلي مراد، أقيم في بلدية الحناشة ولاية سقراس. راني قمت بتصنيع سيارة من نوع سيارة البراري. شوف، فيما يخص الصنع أنا من بكري نحب الصناعة، ويعني ما عندي فكرة يعني من قديم الزمن، مش من درك بديت في التصنيع. ولكن الشيء اللي باغي نصنعه أنني نصنع شيء ما يصنعوش إنسان من قبلي. ابتكرت وقلت نصنع سيارة، ووفقني رب العالمين أنني توصلت يعني بمجهود الخاص أنني صممت هذه السيارة. أول شيء كي خممت بديت بالرسم، قمت بعدة تصاميم لهذه السيارة، وبعد ذلك يعني كل يوم أقوم بتصميم سيارة ما، حتى توصلت بالإعجاب بالنسبة للرسم. السيارة هذه خططت بأنها تكون هذه السيارة. شوف، السيارة التصميم تاعها هذه السيارة تعتبر بربرية، يعني تستعمل لجميع الطرقات. وهذه السيارة من التصميم يعني الخاص، راني صممتها من أجل يعني الطرق الريفية. خممت بالناس اللي راهم يسكنوا في الريف، والريف هذوما يستاهلوا يعني سيارات يعني باش يهبط من مكان إلى مثلا المدينة باش يقضي الحاجة تاعو. نشوف يعني بعد معاشرة يعني جماعة الريف، خممت أنني نصنع لهم سيارة. هذه السيارة اللي باش على الأقل إنسان تتنقل من مكان إلى مكان، مصنوعة يدويا. ورانا إن شاء الله نزيد نتقدموا في هذا الصنع، ونقولوا للناس اللي تسكن في الأرياف بلي راهو كاين شخص يخمم عليكم، بلي راهو يعني على بالي بلي راهي ظروف المعيشة اللي راك تمروا بها، ويعني خاصة في عملية التنقل. ونحن بإذن رب العالمين رانا نساعدوا ولا نبتكروا شيء ما اللي يساعدهم على التنقل. وهذه الفكرة تاعي الوحيدة أنني أجديها قدام هذا المواطن اللي يسكن في الريف. والآن سأقوم بعملية أو كيفية تشغيل هذه السيارة المصنوعة يعني من طرفي. الآن ضغط على هذا الزر، يأتي يعني مثلا تأتي هذه ليزامبول مبينة أمامكم. نقوم بالضغط هكذا على هذا الزر. قمنا بعملية يعني الآن الموتور راهو في حالة تأهب للسير. أما فيما يخص علبة السرعة، هذه بالنسبة يعني أول فيتاس يعطيك الإشارة هنا، ثاني فيتاس، ثالث فيتاس، ورابع فيتاس. أول شيء راح نقوم به ننزع يعني فرما، يعني ننزع مكبح اليد، ونقوم بعملية يعني حتى عملية السياقة تاعها راهي سياقة زي السيارة، ما كان حتى صعوبة فيها، يعني بسيطة الاستعمال يعني ولا بسيطة القيادة هكذا. الطلب الوحيد من الدولة أن تكون تدعمني في الشيء هذا اللي صنعته، وماهوش تدعيم فيما يخص الأموال ولا شيء، يعني فيما يخص عملية الصنع. يعني هل الصنع اللي صنعته هذا صنع قابل للسير أو فيها أخطاء أو شيء ما. ونتمنى تكون لجنة مراقبة في الدولة تراقب لي هذا الصنع. إذا كان الصنع هذا لائق، ماذا به الدولة تنظر له بنظرة الجدية، ويكون هذا يعني هذا الصنع يكون مصنوع في الجزائر، وإن شاء الله نصنعه منه بكثرة. وماهوش الصنع راح يحد على الشيء هذا، راح نكون في صناعات أخرى وراح نطوروا في الصنع. وماذا بنا على الأقل نصنع من الشيء هذا بمقدار على الأقل 70 ولا 60% من الصنع هذا. راح تكون بالطبع استيراد بعض القطع الغيار، بصح بكمية قليلة تكون مساهمة الأكثرية بمنتوج جزائري. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.